مكوة الشعر لأي ست مهمة جدا في البيت. تعالي النهاردة بأقل الإمكانيات وبأقل التكاليف، لو باظت منك هقولك تصلحيها ازاي. بس بعد إذنك حط اللايك والكومنت الجميل بتاعك عشان المحتوى يظهر لغيرك، عشان انتم مقصرين معايا جدا في الموضوع ده. مكوة الشعر عندي في البيت فجأة مش عايزة تشتغل نهائي. كل ما احط الفيشة واحاول اشغل الزرار اللمضة بتاعتها ما بتنورش، معنى كده ان هي قطع الكهرباء. تعالي بقى نقولك نحلها ازاي. اول حاجة ده الزرار بتاعنا اللي هو فيه درجتين الحرارة والاون، اللي بيشغل الكهرباء وبيعلي درجات الحرارة. طبعا انا جربت ما اشتغلش. كل اللي نحتاجه مفك وبين سبوز، ولو مش موجودة ممكن ملقط مكانها. واخر حاجة هنحتاجها حتة صنفرة صغيرة جدا، وبرضه لو مش موجودة ممكن حتة سلك مواعين بس تكون ناشفة مفيش مية. عمال اقول لك كل الحلول وبدايل وانت برضه لسه ما حطيتيش اللايك الجميل بتاعك. غالبا هي بتعمل معانا عطلين، يا تقطع كهرباء خالص انما فيها كهرباء وما تسخنش. احنا معانا العطل الاولاني النهارده، ولو لقيت فيه لايكات كويسة هعمل لكم كمان العطل التاني. هنسمي الله ونبدأ واحدة واحدة. أول حاجة هنفك الجزء ده، بيكون فيه عدد 2 من الكليبس، واحد فوق وواحد تحت. كده الجزء ده هيتفك معانا بكل سهولة. دي كده أول مرحلة وأعتقد إنها سهلة. بعد كده أنا عندي الجزء الكفر ده اللي هو بيكون موجود فوق الجزء بتاع الكهرباء، اللي هو بيغطيه بمعنى أصح. هفتحه بالطريقة دي. أول حاجة هتظهر معايا مجموعة الكهرباء، وطبعا احنا شغالين واحنا شايلين الفيشة. اوعى تنسي الفيشة في الكهرباء يا فوزية. وانا من وجهة نظري ان اسوأ حاجة اتعملت في مكوة الكهرباء هي الفيشة دي، اللي هي الفيشة الدوارة، بسبب اعطالها كتير جدا. الجزئين اللي معايا فوق دول هم المسؤولين عن دخول ال 220 فولت اللي هم بيروحوا للهيتر عشان خاطر يسخن السيراميكا بتاعت مكوة الشعر. هبتدي انضفهم كويس جدا بالصنفرة او بسلك المواعين لو موجود عندك، لان احيانا بسبب الزيوت اللي موجودة في الشعر والتسخين بيحصل عملية اكسدة عليهم والكهرباء مش بتوصل كويس جدا. كل اللي احنا هنعمله عبارة عن صيانة وتنظيف ليها بس. وبعد ما بخلص بشوفها كويس جدا واتاكد ان هي نظيفة وبتلمع ومفيهاش اي جزء لونه اسود. تاني مرحلة معايا المكان اللي بيدخل فيه الفيشة دي. ده جزء نحاس، من كتر ما الفيشة بتلف المكان ده بيوسع شوية. فاحنا بأي بنسة عندنا أو بالمقاب بتاعك هنضيق بس الريش دي شوية صغيرين، مش كتير عشان خاطر ما تتطبقش. يعتبر كده احنا خلاص كده خلصنا. تعالوا بقى نرجع نجمع تاني المكوة ونشوف هتشتغل معانا ولا لأ. أنا مشيت معاكم خطوات سهلة جدا وبسيطة وواحدة واحدة. يلا بينا بقى هنرجع نجمع تاني اللي احنا عملناه. ادي الفيشة هنركبها مكانها، وانتي بتركبيها في تكة صغيرة كده هتحصل، هي كده فعلا ركبت مكانها بالظبط. ركزي معايا في الخطوات عشان جوزك مش ماشي فيكي. تاني مرحلة معايا انا هجيب العلبة اللي هي بتحمي علبة الكهرباء، اللي هي كانت تاني مرحلة عملناها واحنا بنفك. واخر مرحلة معانا هنجيب الجزء اللي هو الموف اللي هو كان قافل على السلك وعلى علبة الكهرباء. طبعا كده الخطوات بتاعتنا سهلة وبسيطة، هم 3 خطوات عملناهم، واحنا بنقفل بنعمل عكسهم بالظبط. كده احنا قفلنا المكوة بتاعتنا، وفاضل حاجة واحدة بس، نجرب ونشوف هتشتغل معانا ولا لا. قبل كده انا عملت معاكم فيديو عن تصليح التلاجة توشيبا، كان تبريدها ضعيف وكانت بتنقط ميه على الارفف وكانت مغرقه الدنيا خالص ميه، ولقى نجاح والحمد لله. اتمنى ان الفيديو ده كمان يلاقي نجاح عندكم. بعد ما حطيت فيشه الكهرباء الحمد لله المكوه اشتغلت معايا وتمام التمام، وحتى قدام حضراتكم كمان اللمضه منوره اهي. هحاول احرك المفتاح واقفل واشغل تاني. انا كده قفلت وادي التشغيل بتاعي، اللمضه برضو بتنور. كده هي اشتغلت وكويسه جدا، وكمان درجه الحراره بتاعتها ابتدت تعلى في ايديا. انا كده بنتي هتفرح بيها جدا. من تعلم منكم العلم فليعلمه. اشوفكم على خير.